مساء العافية حبايب قلبي، يسعد أوقاتكم إن شاء الله، ورمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله وعلى أمة محمد أجمعين. حبايب قلبي، روتين قصير وخفيف أتمنى يعجبكم. أنا أخذتكم شوية بأجواء رمضان الحلوة خاصة بالليل، ومن تطلعون يعني أجواء ما أعرف تختلف كلش حلوة ومريحة، نشوف الناس ملتمة، يعني أجواء رمضان تحسينها بعدها القديمة موجودة، ولو هي حسدة تنقرض أصلا ما أعرف. بس الحمد لله أكو بعد ناس محافظة يعني على العادات هاي الحلوة. انتو سوالفولي شلون رمضان وياكم؟ احنا أخذتكم أنا كم لقطة من طلعنا بالطريق بالليل، طلعت وصورت لكم مقطع قصير حتى تشوفونه. هنا بديت ثاني يوم الفطور، سويت مرقة بيضة لحم مال غنم عندي. أنا هاي طريقتي، ما أسلق اللحم بس أخليه أغسله وأخليه هو يذوب مية العفو وينشف، أرجع أخلي عليه البهارات وبصل وفلفل وطماطم العفو لحد ما يحمسون حمسة زينة، أرجع أخلي لهم مي وأوصهم على راحتهم يستوون. تطلع كلش طيبة لين من سلقينها، وكل ساعة يعني راحت مدة اللحم هيج، خاصة المرق البيض أنا ما أسلق اللحم هيج أسوي. هنا سويت القيامات كلش طيبة صارت والله. إذا حابين أنزل لكم الطريقة من عيوني. سويت أني هنا كل يوم يعني أطلع شلون الناس تدز للناس هنا فرعنا، والله حلو الناس الله يعطيهم العافية إن شاء الله، يعني واحد يطلع لله. فحيرة ايش اسوي، فيوميا اسوي لي حاجة حتى اقدر اطلع من عندها. هنا سويت القيامات يعني كلش طيبة ومقرمشة الى درجة، انا بقيت لكم الصوت هم شوية حتى تسمعون القرمشة مالتها شلون صارت، يعني كلش طيبة وهي هماتين سهلة، والمواد كلها متوفرة بالبيت يعني مو ديج الصعوبة. وهنا أنا جهزت الشيرة باردة خليتها، وأني أقلي أخلي وأرجع أوشلها، يعني أخليها بغير ماعون. سويت كمية والله، هندسيت جوارينا والله احنا ابونا كلش يحبها عندنا، واحنا هم الجهال هنا بالبيت يحبونها كلش. والله هي يعني طلعت تخبل مقرمشة فد شي. هوريكم ويا الفيديو حتى تسمعون الصوت. يعني صارت تخبل هنا، بدي تحكي وياي طبعا ما خلتني اصور قوة. اخذت لكم كم لقطة هنا. هاي ما اعطوني انا حاضر بالفطور الناس خطية الدز، هاي دز يعني يطلع من بيته شي، يعني الفرع على اطلاقاته واحد يدز لله. يشوف حتى القيامات يعني قلت لي دزيت الكم بيت. سويت هنا تمن وحشوة وحد. المرقة هذا لازم نسوي اياها فد تمن تطبيق او تمن حشو او شي، يعني نعمة وخير من الله. طيبة وانا تدرون انتو رمضان عباك واحد يتنسى يا الله، كل ساعة مشتهي له حاجة. هنا ورا الفطور خلصت الحمد لله، وما بي حلو والله اغسلها الغسالة مو دائما استخدمها، فاليوم خليتهم كلهم بالغسالة، قلت خلي اخلص. هنا اشوفكم اياها، ترى اكو ناس تقول متى الغسالة يعني وقتها كلش وايد، ترى اكو 3 ساعات واكو 4 واكو ساعة، ومثل ما وضحتكم أنا أخليها عند 59 العفو دقيقة، يطلع غسلها يخبل مغسولة ومعقمة وناشفات، يعني يطلعون يخبلون. أنا ما صورت والله ما فتحتهم وطلعتهم، حصور لكم إياهم بفيديو لاخ وأنزلها خاف واحدة يعني حابة. هنا عزلت المطبخ مو خلصت من عنده، خلصت من الماعين قعدنا شوية. هاي تاني يوم هم قلت أسوي حلاوة، فقلت أسوي حلاوة شوكولاتية. مقادير بالحلاوة الشوكولاتية: كوب زيت، عليه كوبين حليب، كوب ونص طحين. نشا ما خلي أنا نهائيا، لأن تخلي النشا أحسها تصير ثخينة كلش، يعني ما بيها طعم مال حلاوة أبد. وأخليها على نار هذا أول بداية بدون لا نار ولا أبد، أخلي الدهن وأخلي المواد وأجانسهم شوية. يلا أشغل النار، والنار
العفو النار تكون ناصية، يعني النار هادئة، وهي صحيح تتعب بالخلاط، بس شنو هي تعبتها يعني راح تنطيج نتيجة فد شي روعة تخبل. أهم شي تعبين بيها شوية وعلى كيفك، لا تستعجلين بالنار وتعلينها وتحترق أو تاخذ لون، لا على هو ايدك يعني على راحتك، وابقي قلبي بيها باستمرار. سويت الشيرة هم سويت كوبين شكر على كوب ونص ماي، رشيت هيل شوية هيلات كم وحدة خليت، ومن فارة وخليت شوية المندوزي ونصيت النار. من فارت ورا 5 دقايق طفيت النار من عندها وخليتها تبرد. ما يصير اثنيناتهم حارات، لازم لو المواد حارة لو الشيرة حارة، يعني واحدة منهم. أنا هنا المواد عندي حارة بس الشيرة عندي باردة، يعني مسويتها من وقت وخليتها يمي حتى يعني ما يشلع قلبه. اثنين بسرعة يفورون من تخلين عليهم، يعني تخلين الشيرة عليها بسرعة راح تفور وراح تثخن بسرعة، فلا هنا يعني لازم الشيرة تكون باردة. هنا حمست وحمزة زين، شوفوا اللون شلون حلو، ينطي النار هاد او على هوا ايدي، يعني ما مشلع قلبي والنار عالية وقصة تحترق واسوي سريع، لا على هوا ايدي وبالخاشوق هاي قدامكم سويت. لا سويت بغير شي لا ابد. طلعت كلش طيبة والله، وحلاوة شوكولاتة يعني عبالك تاكلين. حتى هنا جواني كل ساعة يدزولي دازيلي اوراق وقلم اكتب لهم المقادير. اي والله. شوفوا هنا، شوف شلون صار قوامها، صار قوامها هيجي تبقينها على النار، هاي على النار باقية اني خليت عليها مكعب زبد. الزبد ينطيها لون اللي يشوفونه، يعني من اللي يصورون وهاي يشوفون اللون يلمع وتقولون احنا بدنا نسويها ما يطلع هيجي يلمع ليش. فهنا بالزبدة حبايب قلب بالنهاية تخلونها زبدة وتخلون شوفوا هسه شلون كانت يعني لمعة بيها عبالك، يعني هي هاي الشوكولاتة الناكلة يعني صارت كلش حلوة والله. هنا بقيت اخلط بيها من النار لحد ما حسيت قوامها يعني ثخن. يلا طفيت من عندها النار، طفيت من عندها النار قدمتها بماعين. طلعت منها الكم بيض. شوفوا لي هنا قوامها شلون صار. طبعا هي كل ما تبرد راح تثخن اكثر، انا ما احبها ثخينه ابد لان هي وراها ثخنان. هنا مطفيه النار ودارت اصبها يعني. شوفوا هنا صارت خير من الله. طبعا الكاميرا كلش ظلمت يعني التصوير شكلها اللي هي شكلها يعني كلش يعني يخبل. صارت قوامها يعني شكليت عبالك يعني. ايه حبايب قلبي، اتمنى تجربونها يعني وتنطوني آراءكم. والله اني اشارك وياكم يعني مو قصة شي او اريد شي، لا بالعكس، بس اني احب اصور يومي، احب اصور يعني الاشياء اللي اشوفها فايدتني وطيبة واشوفها يعني الناس حبوها. يلا انشر ما انشر، لا هيك بس اريد احصل لايكات وما اعرف شنو، لا هاي ما احب هيجي، لان الي هو شي الي هذا يعني. يا حبايب قلبي هنا سويت لحم ورديت اسوي شوية كبة لان انا عندي جهالي تعرفون انتو نقعد متأخرين وبعد ما ياكلون يقولون لنا للفطور. عندي كلش يحبون الكبة فاسويها لهم وجبات، حتى كل ما يجوعون اقللهم ياكلون. هم ما يحبون يقعدون ياكلون هاي، لا يردون هيك هم واقفين هم على الماشي يعني ما اعرف اعرف الجهل كلها هيك او لا يردون الا يكونوا يعني على الفطور. فاقليهم دائما كم وحدة وانطيهم بيتهم ياكلونها. هنا حمست اللحم. أنا الكرفس أضيفه بالنهاية، أطفي النار وكلش يلا أضيفه. لفيت هنا كم كوباية، صاروا خير وبركة والله. يا حبايب قلبي هنا ينتهي وياكم الفيديو، مع ألف ألف سلامة.